تماما 10 مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضائية أن نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. انعقاد مؤتمر الجمعية الوطنية المهنية علوم الأرض ومهندسي التعدين. تقييم نتائج امتحانات المتوسطة في القاشبركة. تطعيم السحائي يسير جيدا في عالدغية. وشرطة أنطوني عن توقف قصير في المفاوضات مع طالبان. قتيل ومصابين في حريقة بحاملة الطائرات الروسية الوحيدة. وأسهم أوروبا قرب ذروة قياسية توقع لخروج بريطانيا سلس. أهلا بكم إلى التفاصيل. عقدت الجمعية الوطنية لمهني علوم الأرض ومهندسي التعدين اليوم 14 ديسمبر مؤتمرها التأسيسي في قاعة الكونفدرالية الوطنية لعمال البترية بالعاصمة أسمرة. الكلمة الافتتاحية التي ألقاها المدير العام لقسم التعدين في وزارة الطاقة والتعدين السيد ألم قبراب قال فيها أنه رغم قلة مهني علوم الأرض من البتريين في أوروبا إبان الكفاح المسلح، لأنهم كانوا يتلاقون في المهرجان الوطني البتري في بولونيا الإيطالية للتباحث واتخاذ خطوات تعزز سبل مساهماتهم في النضال التحرري. ورغم تأخر عملية تأسيس الجمعية إلا أنها تلعب دورا دافعا في المرحلة التي ولجنا إليها. وقد أجرى المشاركون نقاشا موسعا حول مسودة دستور الجمعية ومحتوى مواده، إضافة إلى عملية انتخاب لجنة إدارية ولجنة تشاورية. وقدمت في المناسبة أوراق بحثية وندوات ترتبط بدراسات علوم الأرض والتعدين تركزت على تطوير الموارد البشرية إضافة إلى أبحاث علوم الأرض. وفي اللقاء الذي أجراه رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور سيفي برهاني مع وكالة الأنباء البترية، أكد بعد أن أوضح أهمية الهدف الرئيسي من عقد المؤتمر التأسيسي، أكد على العمل المنسق مع الجمعيات المهنية وطنية وأخرى والمؤسسات الحكومية. في الختام اختار المؤتمرون لجنة تنفيذية تتكون من 5 أعضاء. والجمعية الوطنية لمهني علوم الأرض ومهندسي التعدين وجدت الاعتراف والقبول الرسمي ابتداء من 19 نوفمبر من الجهة الحكومية المعنية. أوضح مكتب التعليم في إقليم القاشبركة في التقييم الذي أجراه في 11 ديسمبر لنتائج امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2018-2019 عن تسجيل تحسن للنتائج مقارنة مع العام السابق. وأوضحت منسقة امتحانات الشهادة المتوسطة في الإقليم السيدة سلاس اسملاش في التقرير الذي قدمته عن جلوس 8060 طالبا للامتحانات، وبلغت نسبة النجاح 52% وزادت النسبة ب4% عن العام الدراسي 2017-2018. وذكرت على العمل لتحسين النتيجة مستقبلا من خلال التعرف على أسباب التدني وإيجاد الحلول المناسبة لها. من جانبه أوضح مسؤول الامتحانات الوطنية في وزارة التعليم الأستاذ هبتس فهد جلوس 51121 طالبا لامتحانات الشهادة المتوسطة، بينهم 25,764 ألف طالبة، حقق منهم 3651 طالبا للنقاط العالية، مشددا على ضرورة العمل الجاد لتحسين النتائج. وقال المدير العام لقسم التعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى حسين نائب في الاجتماع أن تحسين العملية التعليمية مسؤولية كافة قطاعات الحكومة والمجتمع. أفادت التقارير الواردة إلى السير الجيد لعملية التطعيم ضد الصحائي في مديرية عالدقيح التي بدأت في 7 ديسمبر الحالي. وبدأ برنامج التطعيم في كلية إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية بتطعيم أكثر من 2100 طالب، وتتواصل في جميع المدارس. وأوضح المدير الطبي لمستشفى عالدقيح الدكتور بهاء بولم ميكيل أن البرنامج بدأ مسبقا وضعا في الاعتبار طلاب الكلية، وقد أجريت الاستعدادات اللازمة لتنفيذه من 15 ديسمبر للمواطنين من عمر السنة وحتى 30 سنة. وذكر أن التطعيم يقدم في 46 نقطة تطعيم و24 مدرسة، وتحرك الكادر الصحي بالدواب إلى المنحدرات الشرقية التي لا تصلها السيارات.
من جانبه دعا مدير مديرية الدقيح السيد هبتيتس فازقل إدارات والجهات الحكومية الأخرى للتعاون مع الكادر الصحي لإنجاز المهمة في الوقت المحدد. يذكر أن التطعيم ضد الصحي نفذ في أقاليم الأوسط وشمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر من 15 حتى 30 من نوفمبر الماضي. نظم في 10 من ديسمبر الجاري في أفعبت منتدى لإنجاح الجهود الجارية لتجميع القرى المتناثرة، وشارك في المنتدى أعضاء مديرية أفعبت ومدراء الضواحي والمدراء التنفيذيون وأعضاء المجلس والأعيان وممثلو الوزارات الناشطة في المديرية. وألقى مدير المديرية السيد أحمد محمد نور رجب كلمة دعا فيها لتنفيذ عملية تجميع القرى بسبل مدروسة من أجل تحقيق برامج التنمية التي شرعت فيها الحكومة لتحسين الحياة المعيشية للسكان بنتائج عالية. وأوضح المشاركون بأن عملية التجميع التي نفذت في 2015 لم تكن فعالة نتيجة لعدم دعمها بسبل مدروسة وعدم متابعتها، مشيرين إلى أن البرامج المسيرة في الوقت الحالي تتطلب مشاركة عالية من ممثلي الشعب وخاصة لجان القرى. وفي الختام قدمت آراء حول انسيابية المكان المختار للتجميع وقابليته من الجميع. ذكر الشباب القادمون من مديريتي الدقيح وسنعف الذين نظموا زيارة تفقدية إلى مناطق التنمية الجارية في إطار البرامج العمرية والتنموية التي تشهدها البلاد، ذكروا بأنها مؤشر لمستقبل مشرق. وعبر الشباب البالغ عددهم 120 شابا وشابة تفقدوا في 11 من ديسمبر الجاري سدي مسلام ولقو، وكذلك أنشطة التنمية الزراعية الجارية وطريق دق محارة رأمن قيد الإنشاء، بالإضافة إلى كلية ماي نفحي، وعبر عن فخرهم واعتزازهم لما شاهدوه من إنجازات تنموية. وقدم المدراء التنفيذيون والخبراء لتلك المشاريع توضيحات مفصلة للأنشطة الجارية في بناء السدود واستثمار المواشي ومؤسسة الحليب وتقدمها، مشيرين إلى أن النتائج المحققة خير دليل على كفاءة الشاب الإريتري. وأوضح الزائرون في الآراء التي أدلوا بها الوكالة الأنباء بأن المشاريع تعكس النظرة الاستراتيجية للحكومة، تعكس النظرة الاستراتيجية المتفانية للشعب والحكومة الإريترية، داعين للدفع بمثل هذه الزيارة التفقدية المهمة. سيداتي سادتي إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. أعلنت الولايات المتحدة عن توقف قصير في المفاوضات التي تجري في الدوحة مع حركة طالبان بعد الهجوم الذي استهدف قاعدة باغرام العسكرية الجوية الأمريكية في أفغانستان. واستهدف الهجوم الذي تبنته حركة طالبان وأسفر عن سقوط قتيلين وعشرات الجرحى المدنيين مستشفى يجري تشييده بالقرب من قاعدة باغرام الأمريكية في شمال كابول. وقد وقع على الرغم من استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة والمتمردين في الدوحة الماضي بهدف خفض العنف وحتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار يسمح بانسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان. ذكرت وكالات الأنباء الروسية أن جنديا على الأقل قتل وأصيب 12 بعد أن شبت النيران في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة أدميرال كوزنتوف. واندلعت النيران في حاملة الطائرات خلال أعمال صيانة في ميناء مورمانسك الروسي بالقطب الشمالي، وبعد ساعات تمت السيطرة على ألسنة اللهب. وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الأسطول الشمالي أن جثة جندي تم العثور عليها خلال عملية مكافحة النيران. وذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن وحدة إسعاف محلية أن عدد المصابين ارتفع إلى 12، أغلبهم يعانون من التسمم من استنشاق عوادم مواد محترقة. وهذا ليس أول حادث يحل بحاملة الطائرات الروسية، فقد لحقت بها ضرر أثناء عملية إصلاح العام الماضي عندما قرق حوض السفن العائم الذي كانت عليه ووقعت رافعة على سطحها فأحدثت فجوة اتساعها 5 أمتار.
اقتربت الأسهم الأوروبية من مستوى قياسي مرتفع بفعل الآمال في خروج بريطانيا منظم من الاتحاد الأوروبي بعد فوز انتخابي كاسح لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ومؤشرات على توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجارة في اللحظات الأخيرة. وتعتقد الأسواق أن فوز حزب المحافظين سيسمح لجونسون بإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال أسابيع، مما يهدئ المخاوف من خروج عشوائي وقد ينهي عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته بريطانيا ل3 سنوات ونصف. وفي الخبر الأخير، على متن مركب ملكي مطلي باللون الذهبي، انطلق الملك ماها عبر نهر يشق أقدم أحياء بانكوك في مسار متعرج، بينما اكتظت ضفتي النهر بالألوف من رعاياه لمشاهدة آخر مراسم تتويجه. فقد توج الملك فاغويلوفكورن المعروف أيضا باسم الملك راما العاشر رسميا في مايو الماضي خلال احتفالات استمرت 3 أيام، غير أن موكب المراكب يمثل آخر خطوات الملك في ارتقاء العرش. وفي إطار التقليد عمره نحو 7 قرون، احتل مركب الملك وسط الموكب الذي شارك فيه 52 زورقا ذهبي اللون، كانت كلها منحوتة بإتقان على شكل طيور البجع وكائنات أسطورية. وكانت المرة السابقة التي سار فيها موكب الزوارق في تتويج ملك عام 1925. وصلنا إلى نقطة الختام، في أمان الله وحفظه.